بعد ما تخلص غسل السيت بالغسالة، نحن لازم نجيب السيتات من النافذة ونخليها هنا ونتأكد من نظافتها 100%، ونخلي الأشياء داخل السيت. طبعا موجود عندنا كمبيوتر مزود بجرد كامل السيتات، نتأكد من الجرد 100% حتى ما يصير أي نقص بغرف العمليات. بعد ترتيب السيت والتأكد من جرده 100%، نحن نخلي انديكيتر كارت داخل السيت حتى العمليات يتأكدوا السيت معقم لو لا. وبالإضافة نخلي تيب انديكيتر على السيت حتى يعرفوا العمليات قبل فتح السيت انه هذا السيت معقم او لا. وبينقسموا السيتات بين اوتوغليف او بلازما. البلازما هي الاشياء اللي ما تتحمل حرارة عالية مثل البلاستيك وزجاج وغيره، والاشياء المعدنية نعقمها بالاوتوغليف، هي تتحمل حرارة عالية. وهيك بنكون خلصنا عملية التعقيم ان شاء الله. بعد غسل المواد وتعقيمهم بالبلازما أو الأوتوغليف، نخرجهم من الجهاز ونخليهم على رفوف خاصة بالسيتات. كل رف معروف لأي قسم هو، ومن ثم يتم نقلهم لغرف العمليات أو الأقسام الأخرى بطريقة مناسبة. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.